احنا عملنا عنه تحريات كتير وعارفين عنه كل حاجة. يحيى ولد مش سهل خالص ومش مريح وذكي جدا، مش يسمح لينا نعمل اللي عاوزينه بسهولة. بس أنا بفكر في حاجة تانية، لو مرضاش يتعاون معانا بالذوق هيتعاون بالعافية. ممكن صورة؟ اوكي. ايه اهم القطع اللي موجودة في المتحف؟ كل قطعة هنا دليل على هوية مصر الثقافية. المتحف هنا كمان بيضم آثار نادرة لعدة عصور من تاريخ مصر. أكيد بقى مش هنسيب أول يوم في اسكندرية يعدي من غير أكلة سمك محترمة. حاضر يا مازن، هنخلص شغل وناكل سمك. سنجري؟ سنجارك يا حبيبي، حاضر. ممكن حضرتك تحكي لنا عن رحلتك لمتاحف العالم؟ ممكن تبص لي هنا يا أستاذة جميلة؟ بروفيسور جميلة يا ولد. خلونا دلوقتي بس نشوف هنصور ايه. وبالمرة نشوف مهارات صاحبك اللي بتقول عليه عبقري يا مازن. يا كنوز فهم سبيد، إخراج ومونتاج وتصوير وهاكر. يا مازن، انت ليه متخيل ان موضوع هاكر ده سر؟ انت تقريبا قلت لنا كلنا. ايه ده يا مازن؟ انت قلت لهم اني هاكر؟ ها؟ لا، قلت ايه؟ دي اسرار ما ينفعش تطلع. ايوه خلي بالك علشان انا مش قايل لحد. لا كده واضح انه سر فعلا. عموما يا مازن، انت اللي صممت ان فهمي يجي معانا، فهنشوف هينفعنا في حاجة ولا لا. هبهرك يا برو. ايه؟ هبهر حضرتك يا استاذ عصام. طب يلا يلا عشان مفيش وقت، عايزين نلحق نصور المتحف قبل ما يقفل. أنا اخترت متحف الإسكندرية القومي يا ولاد، نبدأ منه أول فيديو نعمله لأكتر من سبب. أولهم إن المتحف فيه حوالي 1800 قطعة من كل العصور اللي مرت على مصر. ياه، هو احنا عندنا آثار لفترات تانية غير المصري القديم؟ طبعا يا كنوز، وكتير جدا. في أماكن مفتوحة وفي متاحف موجودة في كل مصر. في متحف اسكندرية في آثار ترجع لعصور مصر القديمة والعصر اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي. وايه السبب التاني يا استاذ عصام؟ السبب التاني زي ما قلت، في متاحف كتير في مصر في كل المحافظات، وعاوز الطلاب كلهم يشوفوها، وإن حضارة أرضنا مش بس موجودة في الجيزة والقاهرة والأقصر وأسوان، دي موجودة في كل شبر في مصر. وايه اهم القطع الموجودة هنا يا استاذ عصام؟ شوف يا يحيى، موجود تمثال الملك أمنمحات الثالث، وراس الملكة حتشبسوت والملك أخناتون، وتمثال للملك رمسيس الثاني. تمثال للملك رمسيس الثاني؟ الله، جدو رمسيس هنا كمان؟ الله، كده رمسيس هنا كمان. اوعى تتريق على اختي تاني، فاهم؟ يحيى، احنا هنتخانق ولا ايه؟ وانت يا فهمي لو هزرت بطريقة تضايق زمايلك تاني هترجع الفندق ومحروم من باقي الرحلة. يلا اتفضلوا خدوا جولة في المتحف عشان نبدأ تصوير. ايوه يا ماما، احنا لسه واصلين المتحف، مش كنتوا تيجوا معانا؟ أنا جاية انبسط بالبحر والجو الحلو بتاع اسكندرية. خلصوا انتوا بقى بسرعة، عاملالكم سمك مشوي. حاضر يا ماما، نشوفك كمان شوية. إن شاء الله يا حبيبتي. أنا بقى يا أبو يحيى ما فهمتش الفيديو. يعني إيه القمح والسكر خطر على حياة الإنسان؟ قال إيه يا أخويا؟ الأكل اللي بناكله بالعيش ما بنستفيدش بيه. حسان، أيوه جاهز. وإن السكر والعيش من أسباب أمراض العصر.